انا بعدا كدوله اش خاصني ندير؟ انا اول حاجه انا كنقول العساكر المغاربه بكل الرتب ديالهم اللي شاركوا في الحرب ديال الجنوب ودافعوا على الحوزه الوطن وعلى وحدتنا الترابيه، من جيش التحرير اللي كان قادو السي بن سعيد ايتي الدر الى الحرب اللي افتعلت في الصحراء واللي تجرينا لها جرا. انا بالنسبه لي هاد العساكر راهم مواطنين فوق العاده، راهم كيوقفوا قدام البرلمان كيف ذكر الاخ الكريم ولا من يستمع لهم. راه الارامل كيقبضوا 6000 ريال في الشهر، راه بناتهم ضايعين، راه وليداتهم ضايعين، راهم مرض وما لاقينش باش يتداواو، راه كاين اللي وقفوه خطا اداري، ما عرفنا هذاك الخطا الاداري كي داير، عياو ما يستفسروا عياو ما يجريو. انا كنطلب من الوطن انه يكون غفور رحيم لهادو وما عنده ما يغفر لهم لانه داروا غير الخير وطنيين وعرضوا صدرهم للرصاص. بغيتوا يتهلا فيهم في هاد الناس والارامل ديالهم ووليداتهم وبنياتهم، راه حشومه علينا وعار. راكم عرفتوا شنو جرى في سجن الرشيد في الوقت البوليزاريو ماشي كلهم هذوك المغاربه اللي كانوا مقلقين ومشاو ونزحوا تما، راه جزائريين كانوا تما بلا خدمه بلا ردمه. يعني حركوهم ودخلوهم وكانوا كيمارسوا الوحشيه على السجناء وعذبوهم عذاب اليم خارج لا توصيات ديال جنيف ولا ديال باريس ولا حتى حاجه، ما عرفوا حتى حاجه. ورجعوا وكيحكيوا لنا هذه الحكايات سواء اللي كانوا قبطان ديال الطائرات ولا كانوا عساكر عاديين، داكشي اللي دوزوا عليهم ما يتصورش. هادو كلهم خصنا حنا نتضامنوا كمغاربه كلنا نتعاونوا معهم. هذا هو الجواب للجزائر، نرفعوا من قيمتهم ومن كرامتهم ونطفوهم. حرام وعار انهم يوقفوا قدام البرلمان مره اخرى. انا ملي جاو هذوك اعضاء جيش التحرير والمقاومه كيجيو البرلمان ياخذوا الميزانيه، ما عرفتش كيديروا بها لانه شحال هذه كانت هادشي المقاومه. قال لك مازالين كيقريو حتى التلاميذ. حنا قلت لهم راه التلميذ الاخراني عندكم راه غيكون عنده 67 عام دابا، نتوما فين هما التلاميذ؟ قلت لهم واش هاد الفلوس اللي كتاخذوا الميزانيه كتقسموا مع هذوك اللي كيوقفوا قدام البرلمان؟ قال لك تيضحكوا. ولهذا هذا راه ماشي ديال الضحك، راه انصاف. الجيش ديالنا اللي حارب راه نقطة أساسية، وانا راه عارفين كنتوجهوا للجهات اللي يمكن لها تعمل على إنصاف هذه الفئة هذه واللي هي في قلوبنا واللي هي كتدافع على دافعت على حوزتنا الوطنية، واليوم راهم في أمس الحاجة إلى رفع الحيف عنهم ورفع الضرر. استاذ منيب، غادي نسولك واحد السؤال، غنمشيو لمحور اخر. اليوم الحكومه المغربيه